يلا غالي نبدأ نصور. مسرع مالك؟ مسرع 4 جنود من جنود الصهاينة. هيا الليل قوم نصور. اي الله يرحم والدك مش داري ما به. مش داري ما به مالك بتحلقها. ها قال لك انا قلت انت بس لي مسلسل بسرعه معنا. قال لك البنت هذا هربت مع حبيبها وما بدي اعلمها. الحب مش غلط يا بنتي. يا ليلى بسرعه هذا فيديو مدهون زيت وقناقح وسلاسل التقابل نجح. بسرعه يفلجوا قلبك. اذا نلغي الحلقة. ما هو؟ لا نصور شيء اليوم. نصور وراسك قال لك نلغي نقوم نصور داحين اذا ما تكلمناش احنا ما بدي اتكلم. قم بعد الرجال. قلدك الله هذا خط. كيف هذا خط؟ هذا خط قوة، انما تشي انت كيف واضح ما تشي خطة طويلة. انت كانك صيدلي هذا خط. يا عيبة هذا يتلاغي. امسك انت اكتب وانا اشبحث انا واعد انا. يعني هذا شغلتك تقدر تعد الحلقة كاملة انت. ما هو؟ عدها وانا افعل نعسه ما بشي والله ليش؟ مالك يا اسد ما لا خلاص انا زعلت. عندي ما بنقدرش اعد الزلط، عاد انا اعد الحلقة. انت حصغر عند الزلط عد. اسمع عليهم حلقتنا مهمة جدا مش انت لاحقها في الطرح. ما هي المحاور الذي نعد الحلقة عليها؟ شوف معك الصهاينة دحين ايش بيروجوا؟ للمثلية والإباحية تمام والمحتوى الهابط في مواقع التواصل الاجتماعي، نشي نسلخ ابتهم سلخ. ادخل هنا ايوه. بتلعب الخادم يا اخي طلع من نفس مالك يا اسد مع بعد حلقة. مباراة وانا راك انك بتعد. يا اخي انا المباراة لها من اول امس. قد حرقت. يلا ممكن نبدا يا استاذ ممكن. يا اخي شو صار حق حاجة بس يا مستحي منك. لا تستحي يا رجال. اي شو؟ اسمعني ايش رايك هذا المرة هقدمها حلقة انا وبعدها احنا سدينا يوم بيوم، يمكن هذا الحلقة الناس يتقبلوها مني. سدينا يوم سيكل صح يا اخي. عاد قد تصور وانا اقدمها وارحم والدك خلنا انت خارج. عيبة اجيس ماسك الكرسي هذا 33 سنة. 33 سنة والله لو انا ازداد هذا لا اغثك لا تصابنيش في وجهك هذا. في يده. هيا هبدأ 4 3 2 ابدأ. سلام الله عليكم. صلينا على سيدنا محمد وعلى آله. اليوم حلقتنا غير نفضح واحد من أخطر الأسلحة التي بيستخدمها العدو. قصدكم صاروخ؟ لا أو طيارة؟ لا. دبابات؟ ماشي. هي قذيفة ياسين للدبابة بوم ياسين على المركبة ياسين. فيها أسلحة خطيرة جدا. لحظة ما هو هذا السلاح الخطير؟ أقلقتني وبعدين ما فهمتك شو أنا بنصورك عاد ما يفهموك وهم بيبصروا حلقة. يا جناك بتستعجل. ريع. يا أخي لا تحلقهاش، أنا داري إن فيني فضول قوي واشتي أفهم كل شيء. يا فضولي من أخطر الأسلحة التي بيستخدمها العدو تدمير الأخلاق. أيوة من أخطر الأسلحة. أيوة من أخطر الأسلحة. الآن فهمتك. إذا نبدأ. هدوء علي هنا ولا اسمع صوت، الكل هدوء. أي الهدوء يا غبي ما بش إلا أنا وأنت. احنا في هذا الحلقة نناقش الوجه الخفي للمشروع الصهيوني. بتفهم هذا ما بيقتصرش على احتلال الأرض بس، بيمتد لاحتلال العقول والأخلاق، وكيف بيستخدموا الصهاينة على الإعلام والاقتصاد وحتى التعليم لتفكيك مجتمعاتنا وما دورنا في مواجهتهم. كيف ما دراني؟ جابرني أنت اللي بتقدم ولا أنا بين أقول لك وكيف بيفعلوا. أنا شاغثي. ها تكوضح أكثر عشان أفهم. الله دول وانا ما جيت لا افهمك بل المشاهدين الله يخرجني. شوف مثلا تحطم المجتمعات من الداخل عبر الفن الهابط وتقلب الحرام موضه والفاحشه حريه. فهمت؟ ايوه فهمت الحين. يلا نبدا 4 3 2. المعذره يا زين المشاهدين معي مصور فضولي. ما هي اي سمع بنات الحين. اسمع بكم متى الصلاه. يلا نبدا 4 3 2. الان يا جماعه خلونا نبدا بالمسلسلات. البنت تحب عادي، من حبه وحب ومن زرع حصد. البنت تهرب عادي، خليها تغير جو. تتزوج بدون رضاه لها عادي يجوز، كما رواه المخرج سمير سمكارة. حبيبتي ندمانة شي؟ شو هالسؤال يا سليمان؟ معقول؟ أنا حبيبتك وخاطرت بكل شي كرمالك وما رح أندم على أي شي عملته. أيوة اللي يقهرك إنهم بيقولوا دراما واقعية بتفقد كرامتك وأخلاقك وقال لك دراما. هذا الدراما تخليك تدراما أنت وفرعون في جهنم.
في إحصائية غريبة جدا قاموا من خلالها بتحليل 40 مسلسل تم عرضه في رمضان من عام 2016. وجدوا أنه في ذلك الرمضان فقط مجموع ما تم عرضه كالآتي: 760 مظهر من مظاهر الإغواء الجنسي، 60 مشهد دعابة جنسية، 140 مشهد من العلاقات المحرمة، 971 مشهد لفظ خارج، 1129 مظهر من مظاهر التجاوزات الاجتماعية، 450 مظهر من مظاهر التعرض للتشاريع الإسلامية، مسلسلات بها مشاهد صريحة لزنا المحارم، أو مسلسل به إشهار واضح للرذيلة والشذوذ والعلاقات المحرمة، أو مسلسل يعرض تفاصيل خيانة أخ مع زوجة أخيه، أو مسلسل قائم في قولبة درامية لتبرير زنا الأم مع زوج ابنتها، وغيرها الكثير. لدرجة أن إحدى الفتيات تعلق بعد أن شاهدت حلقتين من إحدى النماذج التي ذكرناها تقول: مش حلقتين أشوف من امبارح يخلوني تاني يوم أكراش على أخويا، والعياذ بالله. يعني ما تجي الحلقة 30 إلا وقدك بتدور مع من تهرب أنت وأنت غير بتبصر. أما الكليبات عادي كذاك لا يا سيد، سريعة النشر والمسخ للمسلسل، مدري كم تشيلك نت تبصره. ما هذا كارت وابصرت الكليب وخلاص وامتسخته وقع كل شيء. واحتمال يدي لك الكرت صاحب الكليب ساعة العاقل ويقول لك بكر بالتلفون الفاضي ساعة تبلغ. مثلا يا جماعة معنا محمد رمضان مع كليب ضخم قالوا خلونا نبصره. ايوه قصدك الكليب حق الكاكولا الذي قالوا انه مقاطع ورجعوا صوروا. هذاك النثر من جاز النثرات. وكم يا نثرات معي خلينا نبصر. ايه يا كوكاكولا بقى ده يا كوكاكولا. ايوه يا احمد يا رجال افعل بحق الاسم يا محمد رمضان. كان ريال لو ما يكمل رمضان احترمه. انا ادي لكم معادله بسيطه: رقص زائد خلاعه زائد انحطاط يطلع لك فنان ملحط. بسيطه، اضرب الرقص في الخلاعه يطلع لك الناتج على طول. نمبر 1 في الهبوط الاخلاقي اكيد. واللي قهرك انه بيغني على النجاح. قلتكم الله هذا نجاح. ايوه صح يعتبر نجاح، بس بالنسبة للعدو الذي يريد أن يدمر أخلاق المجتمع وبيستخدم هؤلاء المؤثرين والمشاهير لتحقيق هدفه. خلونا نجي للسوشيال ميديا. أنا لو علي لا أسميه هوشال ميديا. يعني قلتكم الله بنت تطلع في لايف تبكي علشان ما حدا بسال الستوري حقها. ستوري ما ستر الله يا بنت الناس، يعني تفاهة لأبعد حد. عاشوا أنا داري يطلع واحد يقول لي داحين يا أخي ما عليك هذا حرية يا ضابط أمن السوشيال ميديا يا دمبلي يا هذا شقاح. يا جماعة يا ناس يا عالم هذا مش حرية. افعل نقطة فوق الحاء وأنت عدنا ولا شيء. العدو أثناء ما بيدمر أخلاقك جالس يقنعك أن هذا تطور وحرية وشهرة. الشيء يجردك من أخلاقك ويجردك حتى من ملابسك ولو هو برد. جمهوري من خلص يخلص، ويمكن يجردك حتى من أنسابك لأنه مدي عاد عقب قلبك. خلاص كملنا كات يا الغجاه لا تدخل قد كملنا، بس باقي معي المهرجانات الترفيهية ضروري نتكلم عليها وبعدها نتصور. بس يا الغجاه من الغجاه؟ أنت حبيب قلبي. يلا شوف خب داري انك حتفرح. يا جماعة الناس كانوا يفتهنوا لا جاء موسم العنب، موسم المنجو، موسم الرمان، لكن به موسم شقح. هو موسم العنب لكن العنب بشكل ثاني. العنب واو عناب. يعني يا جماعة ما عاد تقدرش تفرق هل هذا المهرجانات في دول أجنبية ولا في دول عربية. لا تقولوا يا جماعة أننا بنتدرب ولا أننا لا يعجبني هكذا مش علي مجابر. ابصروا بأنفسكم. العدو بيبصرهم ويكيف. الشيء يجردهم من دينهم ومن مبادئهم وأخلاقهم. يعني يموت من مات ويجوع من جاع، حرب قصف ضرب تجويع حصاء مطر شمس قمر نجوم الليل، كل هذا هو الناس مع النسين مفتهنين ولا في ذهنهم. من ديسكو لا ديسكو، من مرقص لا مرقص، رقص وخلاع الله الصبح. وريحهم كم يا مواسم. موسم الرياض بوي، موسم جدة، مهرجانات مصر، مهرجان قراش. اسمع اقول حطط يا شباب. وهذا كله اللي تكلمنا عليه بدأ بفن وانتهى برقص وخلاعة وملابس. ركزوا معي يا جماعة. والله اني مركز معك من اول يا اخي. انا بنا حاكم مشاهدين، ما انت تركز ولا يشلوك الجن. القضية يا جماعة ما هيش في الفن. الفن هو رسالة وقيم ومبادئ، لكن تدمير الاخلاق هدف صهيوني. واغلب الناس مشغولين بمسلسلات هابطة وترندات وتفاهة، ولا هم موبعين اشبه مخدري. لكن الوعي هو الحل. ضروري يكون المجتمع فاهم ويبقى سلاحنا الفكر والاعلام والفن الهادف. حياكم الله متابعينا الكرام ورحبوا على الحاصل. مع هذا برنامجي يا معلم. استاذ سعد خلاص نسينا.
حياكم الله متابعينا الكرام. برحب بالاستاذ سعد نجم برنامج الحاصل ونجم الدراما اليمنية. حياك الله، اهلا وسهلا يا استاذ. كيف الدراما يا اخي ادري كيف والله رسميات زايده بيني انا وانت اليوم. يا استاذ سعد اليوم نشي نوجه لك اسئله، انت اكيد غني عن التعريف. الله المستعان. ونشي نوجه لك اسئله بخصوص موضوع معنا تدمير الاخلاق والبروتوكولات الصهيونيه. استاذ سعد نشيك تتكلم عن المشروع الصهيوني واستراتيجيته في تدمير المجتمعات اخلاقيا كجزء من السيطره على العالم على المدى الطويل. شوف يا اخي، يا اخي ما عاد عادي لا تخزع. اقصد يا اخي يهودي قدو يهودي يعني. فكلمه قليل الادب قليله في حقهم. ايوه. اصلا المشروع الصهيوني مبني على افساد الشعوب الاخرى والامم الاخرى عشان انه يسهل السيطره عليهم. حتى لو تراجع التاريخ انه بدايه الثوره اللا اخلاقيه يعني كمصطلح مناسب للمشاهدين، هو من قام عليها هم يهود. يعني وظهرت هذه الظاهره كانت في امريكا وبريطانيا، وتبنوها رجال اعمال ومليارديرين يهود جاءوا بمسميات حقوق المراه والتحرر والانفتاح والحريات. يعني لو تلاحظ انه كانت حتى اوروبا كان النساء ملتزمات بالحجاب يعني. أيوة. قديما. فهي جاءت هذه الثوره الصهيونيه بعدت الحجاب واول من ظهروا بالمايو يعني. حتى كان في لو تلاحظ في بعض الافلام الوثائقيه كانوا يلقوا اسئله على بعض النساء في اوروبا ويعرضوا عليهم بعض الملابس الخليعه، كان يعني هذا الشكل منبوذ تماما يعني، وانه كان مستنكر يعني كان به اخلاق مبنيه. ايوه يا اخي الفطره كانت اليهود هم بيسعوا الى تدمير الفطره هذه، علشان اذا دمرت الفطره وباسم الحريات وباسم يعني مصطلحات رنانه ولطيفه من خلالها يقدر السيطره عليه. طيب احنا كمجتمع عربي الحين بنبصر بيبثوا داخل المسلسلات وداخل الكليبات يعني اشياء هكذا. اكيد اشياء كثيره، والمشكله في بعض المسلسلات العربيه قد بدعوا الى الشواذ يعني لو لاحظت. ومثلا بعض المسلسلات انا ما استحضرش اساميهم يعني، انه حتى سوين ترند وسخط في مواقع التواصل الاجتماعي. حتى اسماء بعض المسلسلات يعني. ايوه قد ناقشنا بعض برنامج الحاصل. ايوه يا اخي المشكله انه العرب اصبحوا حتى دحين لما تجي تلاحظ بعض البرامج هي كلها مقتبسه من برامج بريطانيه. يعني مثلا معك ذا فويس، ذا كيدز، عرب ايدول، مدري ايش، هذول كل البرامج بريطانيا واوروبيه مقتبسه منهن. يعني تشوف مسلسل، احيانا تشوف مسلسل عربي تقول ما بيش نتيجه، ما بيش رساله، ما بيش استفاده خرجت بها يعني، الا ما افسدك. يعني بتستغرب مثلا في ذا فويس ولا في عرب ايدول بيغني يعني عادي، غنى عادي. عبد الحليم حافظ كان يصير يغني بحكى المواصلات ويجي يغني واحد ولا دو وهذاك نانسي تبكي ولا واحلام انا حبيتك وتبكي ودموع اشبه، وهو مجرد صوت يعني انت شيء تستمتع بصوت. وفي المسلسلات قلت لك يعني اصبحت المسلسلات خاليه من الرسائل، من التوعيه. ما بش رساله هادفه. ما بش رساله، كله استعراض. استاذ سعد، ما هو دور تدمير الاخلاق في صرف المجتمعات على القضيه الفلسطينيه وقضايا الامه الهامه؟ يا اخي بكل بساطه انسان فاسد هل بعد يلتفت للقضايا الامه وقضايا القضيه الفلسطينيه مثلا؟ اكيد لا. انا شاكل لا، هي في حاجات تافهه، في حاجات مايعه، يقصفوا ويضربوا انا خلاص بدور ما استمتع، انا كيف امشي وقتي، كيف اكون مرتاح يعني. خلاص انا بدأت ابتعد عن المجتمع، عن الكينونه الذي اصلا وجدنا لاجلها، ان الوحده والصف الاسلامي المتوحد والذي هو من لم يهمه امر المسلمين ليس منهم. خلاص بدا ينسلخ من الاسلام اصلا يعني. هو مش بيقول من لم يهمه امر المسلمين. ايوه عشان تكون انت مهتم لامر المسلمين ضروري انك تكون مسلم يعني على قيمك. هذا قدوم من سلخ. انسلخت من الاسلام بعد تنسلخ من بقيه القضايا الامه التي تهم الامه، سواء القضيه الفلسطينيه او العربيه او غيرها. نعم ان شاء الله انه يوقع لهم السلخ. لا ان شاء الله يوقع لهم وعي الوعي. استاذ سعد، هل هناك علاقه بين تدمير الاخلاق وصناعه جيل مطبع مدجن، جيل يلهث وراء الشهوات؟ اكيد. اصلا هو ما دام قد استدرج يعني مثلا اليهودي ما دام قد استدرج المسلم او العربي وسلخ من هويته الايمانيه وخرجه الى هذا المستنقع اللا اخلاقي، اكيد انه بيسهل عليه انه يوصل له رسائل التعايش والسلام. ايوه انفتاح. لاحظ بعض الاعمال الشبابيه لشركات الانتاج الشبابيه او الناشطين الشبابيين الذي بدوا يتكلموا عن السلام والتعايش، وايضا الذي شاركت فيها انه عادي تسال البنت مع خطيبها وابوها بالضبط. لا يجي يقول لك انت ليش تنظر الى المراه بهذه النظره وهي ممكن تكون استاذه ومعلمه
طبيعي استاذه ومعلمه، لكن في حدود يعني. الله. زميله عمل اذا قد كان في مثلا زميله عمل في حدود ايضا. ثانيا بيقول لك يعني يبدا يسلخك من الموضوع، وبعدين يبدا يكلمك على حقوق الانسان والسلام والتعايش. ولاحظ الشباب والناشطين الذي يقول لك يا اخي هي ديانات سماويه، هو بشر، هو كذا، واذا اخطا الانسان انا لا يمكنني اكره اليهودي او غيره. حبيبي اصلا اليهودي ما يتمنى لك اي حاجه خير، فكيف به يهودي قد نصح مسلم؟ بش يهودي نصح مسلم. السؤال الأهم يا أستاذ سعد. فأكيد يعني أقصد ما قد جاوبناش على السؤال، فأكيد ما دام انسلخ يتقبله يطبع يعني. أكيد يعني ما أدري لو قدوه نمد يدنا لإسرائيل. ما أدري لو قدوه منهم. السؤال المهم يا أستاذ سعد هو كيف نواجه هذا التدمير الأخلاقي؟ بنفس الآلية، قالوا وداويها بالتي كانت هي الداء. هم سعوا إلى إفساد الأمم والشعوب عن طريق الماكينة الإعلامية، والمواجهة لها هي عن طريق الوعي، إنك توضح للمشاهد العربي أو المسلم إنه ما هي الأخلاق الذي المفروض الإنسان سواء كان مسلم ولا غير مسلم، فطرة الإنسان يعني إنه يتبعها. فلذلك المفروض إنه يجي في جانب اهتمام كبير يعني في الإعلام، في الدراما، في نوعية البرامج. إحنا بنعاني في اليمن إنه ما فيش معنا مثلا برامج سنوية. بدي كلام بصراحة يا سعد. لا بصراحة إحنا بنعاني يعني. ما بيش معنا الا مسلسلات في رمضان، وبيوقع في رمضان زخم اعلامي كبير لدرجه ما عاد بتشوفش. ورمضان بالاول والاخير هو شهر عباده، وشهر والناس بيجيهم مضغوطين ومشغولين وكذا، ما بيجيش وقت انه الواحد يتفرغ. بصراحه ما بيتفرغ الذي يبصر للنسوان الذين في البيوت يعني. وبعض الوقت بينزل لنا الاسواق يعني يتكسر له الجهال ولا يبصر صرف ما فيش فائده. يعني المفروض انه يكون الوعي مستمر طول السنه وليس في مواسم، بتنوع، سواء افلام قصيره، سواء افلام سينمائيه، سواء عبر البرامج، سواء عبر المسلسلات. ضروري يتنوع، لانه انا قد ربما اميل للمسلسلات، انت ربما تميل للبرامج والافلام، فضروري ان احنا ننوع الاسلوب الاعلامي عشان يوصل الوعي، سواء احنا بنتكلم بشكل عام ولكن نخص بها الجمهور اليمني، اصحابنا المسؤولين في هذا الموضوع. شكرا لك يا أستاذ سعد، وكلام أمانة أنك أتيت هذه في القلب. ويحكى عن أدياء يحكى عن يهودي. شكرا للأستاذ سعد الكامل، ودمتم في رعاية الله.